السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو اليوم راح نعرفكم على الموقع اللي خدمته، وهو عبارة عن موقع شات. الموقع مجاني، والهدف منه أني خدمته فقط للناس اللي تحب يعني خصوصية، وأيضا كرهت من الفيسبوك، ويعني هكا يتوسوس من فيسبوك، يخاف فيسبوك يتجسس على الرسائل. يخاف مثلا، على باليش انا ما كره ما الطرد تاع فيسبوك كل مره يفتح حساب، كل مره يفتح حساب، ما عندوش الوقت باش يفتح حساب. امثله، هذه امثله. فهو ممكن يستخدم هذا الموقع اللي خدمته. كما تشوف في الموقع عندك واجهه الموقع، هذه واجهه الموقع. ممكن كل مره نبدلها شويه حساب، كل مره نغير فيها. هي مكتوب هنا فقط هكا كتابه صغيره يعني فيها شروط الاستخدام، كتبتها على السريع، ممكن في المستقبل نعدلها. الأهم هو تحت قاع هنا راح تلقى في أسفل الشاشة، في أسفل الصفحة راح تشوف مثل كلام يمر. هذا الكلام الذي راه يمر تحت هو الشات. يعني ممكن تشاهد الشات هكذا قبل ما تدخل الشات أصلا، تقول تشاهد كلام الأشخاص اللي راهم في الشات، تقرأ الكلام. إذا حبيت تشارك في الشات مباشرة تضغط هنا تحت كذا، راح يطلع لك الشات مباشرة. هنا تلاحظ كل الكلام الذي يكتبه الأعضاء في الشات. الآن إذا حبيت تدخل معهم في الشات تضغط مباشرة هنا وتكتب رسالتك. هي الرسالة ما راح تفوت، لما تدير اونتري راح يطلع لك هذه الواجهة حتى تسجل. هنا راح يطلب منك التسجيل، إما تدخل خيار واحد باسم مستعار بدون تحديد الاسم، وانا ما ننصحش بها، يعني ممكن تتعرض للحظر من طرفي في حالة ما يعني قلت كلام فاحش او اي كلام يعني خارج المألوف او كلام فاحش. المهم خيار 2 هنا تدخل اسم ولكن ليس مستعار، اسم تسجله، لكن هنا بدون تسجيل. تضغط على جا وتدخل مباشرة وراح تتكلم. الخيار الثالث وهو اللي ننصح به دائما، وهو انك تسجل، دير ساين اب. هنا تكليكي زر ساين اب، راح تطلع لك واجهة تسجل. تكتب اليوزر نيم تاعك والباسورد، تكرر هنا الباسورد، وهنا تكتب الايميل. طبعا ماشي شرط يعني تكتب ايميل نتاعك، تقدر تكتب اي ايميل، بصح انا ما ننصحكش تكتب اي ايميل هكذا، لانه الايميل راح يستخدم في استرجاع الحساب. يعني في حالة ما حطيت ايميل اخر ما راحش تقدر تسترجع حسابك. فننصحك تدخل ايميل تاعك الحقيقي هكذا في حالة حبيت تسترجع الحساب. كان هذا هو الشرح لموقع الشات. هذا موقع بسيط درته انا. عندي مواقع اخرى اللي حاب يطلع على اعمالي واعمالي في برمجة المواقع، يزور الصفحة تاعي او يزور القناة تاعي في اليوتيوب. كان هذا فيديو، الى فيديو اخر.